من سفرة الملوك لكل سفرة رمضانية، وهي التحلية في رمضان تحلى من غير الكنافة المصرية. بس يا ترى ليه اتقال عنها كنافة معاوية والكنافة الفاطمية؟ عن أصل الكنافة اتقال حكايات. فأول رواية بتقول إن أصل الكنافة ظهرت في بلاد الشام لما صانع الحلويات عملوها للخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان عشان تمنع عنه الجوع في نهار رمضان، وفضلت معروفة في وقتها بكنافة معاوية. أما الرواية التانية بقى بتقول إن الكنافة ظهرت في العصر الفاطمي لما قدمها المصريين للخليفة المعز لدين الله الفاطمي وقت دخول القاهرة في رمضان. من وقتها انتشرت الكنافة في الشام وارتبطت كمان برمضان. في العصر المملوكي ظهرت منافسة قوية بين صناع الحلويات، وصلت لدرجة إن المصريين في القرن العاشر الهجري اشتكوا من ارتفاع أسعار الحلويات في رسالة فكاهية كان عنوانها منهل اللطايف في الكنافة والقطايف. الكنافة والقطايف مش مجرد أكلات أو حلويات عادية، دي جزء من تراث وتاريخ طويل بيحكوا قصص العصور اللي فاتت، ودايما كانت قصة حب ولمة الأهالي على فطار رمضان ما تكملش غير بالتحلية بالكنافة والقطايف.